بصوا عليا كويس كده. أنا واقفة قدامكم دلوقتي بتكلم وبتحرك، وأنا في الحقيقة مش إنسانة. أنا مجرد أفاتار معمول بالذكاء الاصطناعي، يعني وجودي نفسه قايم على تكنولوجيا معقدة، خوارزميات رياضية، أجهزة كمبيوتر، ومبادئ بصرية. عارفين إيه المشترك بين كل ده؟ الجبر والخوارزميات ومفهوم الصورة أساسهم اتكتب من أكتر من 1000 سنة على إيد علماء مسلمين. يعني ببساطة أنا كأفاتار نتاج مباشر لاختراعات الحضارة الإسلامية، لكن المشكلة إن التاريخ نسي أو تناسى الأصل ونسب الفضل لغيرها. فخلينا أسألك مثلا، مين اللي اخترع الكاميرا؟ مين عمل أول مستشفى منظم في العالم؟ ومين أسس علم الجراحة اللي لسه بينقذ أرواح لحد النهاردة؟ المعظم هيرد عليا ويقول لي أوروبا، الغرب، النهضة. بس الحقيقة في الوقت اللي أوروبا كانت غرقانة في العصور المظلمة، المسلمين كانوا عايشين في عصر ذهبي، من الأندلس لبغداد ومن القاهرة لدمشق، عصر اتبنت عليه علوم حديثة، لكن كتير من الأسماء الأصلية اتنست. والنهاردة هنحاول نرجع الفضل لأصحابه، والأهم نفتكر إن مش عيب نفتخر بماضينا العظيم حتى لو حاضرنا ما بيعكسش ده. أي عدسة في نضارتك، أي كاميرا في موبايلك، أي جهاز أشعة في مستشفى، كل ده قايم على قانون واحد، هو قانون انكسار الضوء اللي العالم كله بيسميه النهاردة قانون سنيل. لكن الحقيقة إن أول واحد صاغه كان عالم مسلم اسمه ابن سهل في بغداد سنة 984 ميلادية. العالم العبقري ابن سهل كتب معادلة رياضية دقيقة بتشرح ازاي شعاع النور بيتغير وهو بيمر من وسط للتاني. طب ليه لحد النهاردة بيتنسب لسنيل؟ لأن سنيل نشره في أوروبا بعد كده، فاتشهر هناك واتنسى الأصل. ولولا ابن سهل ما كانش العدسات والكاميرات والليزر هيتطوروا بالشكل اللي وصلنا له دلوقتي. في زمن الإغريق كانوا فاكرين إن العين بتصدر نور، وعشان كده بنقدر نشوف. بس اللي فضل محيرهم، لو ده صح ليه ما بنشوفش في الضلمة؟ وما لقوش إجابة لحد ما جه عالم في القاهرة اسمه ابن الهيثم، عمل تجارب عملية وأثبت إن العين بتستقبل الضوء اللي بينعكس من الأجسام. وعشان يثبت ده عمل تجربة القمرة، بإنه عمل ثقب صغير يدخل شعاع نور في غرفة مظلمة بالكامل علشان يثبت انعكاس الصورة. بعدها بقرون ليوناردو دافنشي في أوروبا استخدم نفس المبدأ في رسوماته وفي تجارب الضوء بتاعته. وبعدين في القرن ال19 جه جوزيف نيسفور ولويس داجير واخترعوا أول كاميرا فوتوغرافية عملية. يعني الكاميرا اللي في موبايلك النهاردة بدايتها كانت هنا مع ابن الهيثم. وحتى كلمة كاميرا نفسها جاية من كلمة قمرة باللغة العربية. كل مرة تدور على معلومة على جوجل أو تفتح فيسبوك أو تستخدم الذكاء الاصطناعي، انت بتتعامل مع ألجوريزم، والكلمة دي جاية من اسم عالم مسلم اسمه الخوارزمي، هو اللي كتب كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة، واللي منه جت برضو كلمة الجبر. الخوارزمي رسخ فكرة المعادلات والرموز وأسس علم الجبر كعلم مستقل. أوروبا عرفت الأرقام اللي بنستخدمها النهاردة عن طريق ترجمات لكتب، ولولا الخوارزمي الرياضيات والبرمجة والكمبيوتر والذكاء الاصطناعي كان هيتأخر لقرون. فكر في أي عملية جراحية النهاردة، من عملية الزايدة لحد جراحات القلب المعقدة، كتير من الأدوات اللي بيستعملها الأطباء ليها رسومات محفوظة من 1000 سنة في كتاب التصريف لأبو القاسم الزهراوي. الكتاب ده اترجم للاتينية وبقى المرجع الأول للجراحة في أوروبا لأكتر من 500 سنة. الزهراوي هو اللي وصف استخدام خيوط جراحية بتدوب في الجسم،
عن طريق استخدام أمعاء القطط، وصمم أدوات جراحية بنستخدمها لحد النهاردة زي المشرط والملقاط، وشرح عمليات معقدة بالتفصيل. يعني الجراحة الحديثة اللي بتنقذ ملايين الأرواح بدايتها كانت عندنا. تخيل تدخل مستشفى وما تلاقيش أقسام ولا سجلات للمرضى ولا صيدلية ولا أطباء متخصصين. النموذج اللي شايفينه النهاردة بديهي بدأ عند المسلمين، من دمشق في عهد الوليد بن عبد الملك، لمستشفى أحمد بن طولون في الفسطاط، لمجمع قلاوون في القاهرة، واللي كانت أول نماذج للمستشفيات المجانية المنظمة اللي فيها علاج وتعليم وصيدلة. النموذج ده هو اللي اتنقل لأوروبا واتكتب هناك باسم جديد، لكن الحقيقة إنه جذور المستشفى الحديث عربية. أي موتور عربية، أي غسالة، أي مضخة مية قايمة على مبدأ بسيط، إن الحركة الدوارة تتحول لحركة مستقيمة. المبدأ ده وصفه عالم مسلم اسمه الجزري في القرن ال13. الجزري اخترع كمان ساعات مائية وأجهزة أوتوماتيكية، ورسوماته لسه موجودة لحد النهاردة وبتثبت إنه سبق عصره بقرون. ولولا ابتكارات الجزري الثورة الصناعية نفسها كانت هتتأخر كتير. الGPS اللي في موبايلك والأقمار الصناعية اللي بتحدد مكانك قايمة على علم الفلك. في القرن ال14 في دمشق ابن الشاطر صحح أخطاء بطليموس وكتب معادلات دقيقة لحركة الكواكب. بعدها بقرنين كوبرنيكوس نشر نظريات تكاد تكون مطابقة للي كتبها ابن الشاطر. العجيب إن مخطوطات ابن الشاطر اتلقت في بولندا، بلد كوبرنيكوس نفسه. فيا ترى شاف أعماله؟ احتمال كبير، بس اللي مؤكد إن الفلك الحديث مبني على أساس عربي اتنسى اسمه. مش بس كده، دي الأمثلة كتير لعلماء من الحضارة الإسلامية سبقوا الحضارة الغربية بقرون، زي مثلا الإدريسي سنة 1154 عمل واحدة من أدق الخرايط في العصور الوسطى. عباس بن فرناس حاول الطيران قبل الإخوة رايت بقرون. القرويين في المغرب والأزهر في مصر كانوا أوائل الجامعات اللي بتدي شهادات علمية في العالم. الكندي والفارابي وصفي الدين الأرموي طوروا نظريات موسيقية لسه أساس الموسيقى لحد النهاردة. مع كل ده، إن لما نقول الغرب سرق مننا، يمكن مش ده التعبير الأدق. الأصح إن العرب والمسلمين أسسوا وأوروبا طورت ونشرت. الحقيقة إن المعرفة مش ملك أمة واحدة، دي سلسلة طويلة، ولو أي حلقة وقعت الحضارة كلها كانت هتتأخر. وإحنا النهاردة مش عيب نفتخر بماضينا القوي حتى لو حاضرنا ما بيعكسش ده، لأن اللي بيفتكر أصله يقدر يبني مستقبله. لو حابين المحتوى اللي بنقدمه ياريت تتابعونا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان توصلكم كل الحلقات الجديدة. كان معاكم حدوتة.